وكانت جنتي فخرجت منها. فرزدق هذا شاعر كبير، كان له زوجة اسمها نوار، لكنه طلقها مرة وذهب إلى الفقهاء فأعادوها له. طلقها مرة أخرى وذهب إلى الفقهاء فأعادوها له. طلقها مرة ثالثة فذهب إلى الفقهاء قالوا لا يحل لك أن ترجع إليها حتى تنكح زوجا غيرك. فندم ندما كبيرا ولم يجد منفذا، أغلق الفقهاء عليه الباب فقال: ندمت ندامة الكساعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأظلم لا يضيء له النهار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان إلي للقدر الخيار.